انا حقيقي ممتن لاي حد، مش هقول بيقول عايش، بيعمل لايك حتى. ميديا برودكشن والفريلانسنج وانتاج المحتوى ده مجال كبير جدا وناس كتير مهتميه بيه. في حلقتنا النهارده في ليتوكس معانا باشمهندس كريم درويش، هنتكلم شويه عن ميديا برودكشن والفريلانسنج. ازيك يا هندسه؟ ازيك يا عبد الرحمن؟ ايه عامل الاخبار؟ الحمد لله والله. مبروك البرنامج والبودكاست، تسلم والله. بصراحه جامد، حبيبي. شغل جامد. انا متابع على فكره ليه بودكاست يا جماعه، ليه توكس وعبد الرحمن وشغله هو واحمد، وشفت بعض الفيديوهات اللي اتنشروها، بجد حقيقي والله. تسلم يا هندسه، تسلم. ايه الاخبار؟ كله بخير زي الفل الحمد لله. وعاجبني اللوكيشن، يعني بحب مكان الاوت دور ده، حاجه تغيير بقى جامد يعني، والله. حاجه غير باقي البودكاستات، يعني مكان مفتوح، طبيعه، الكلام ده كله يعني. حقيقي يعني احييكم والله يا عبد الرحمن، وتفائل بكم قوي خير يعني ان شاء تسلم الله. يا هندسه. النهارده بقى هندردش حوالين الميديا برودكشن والفريلانسنج اللي هو مجالنا عموما. م. المجال ده طبعا واسع وكبير وفيه كلام كتير فيه، لان انتاج المحتوى مش متوقف خالص على كاميرا وشخص قاعد قدامها او صورة وخلاص. لا، الموضوع اكبر من كده. فعاوزين كده نتكلم باستفاضة يعني عن جزء جزء. يعني ممكن ناخد اول توبيك معانا اللي هو الفريلانس مش دايما حرية. اوكي، الاول لما نتكلم على ميديا برودكشن يا عبد الرحمن، فهنتكلم على اندستري كبيره قوي. اكيد. بمعنى ان الميديا اوبجكت او الحاجه اللي احنا بنقدر نستخدمها كعنصر ميديا مختلفه. انت عندك فيديو، صور، برنتبلز، حاجات بتطبع على البيلبوردز اللي احنا بنشوفها على الطرق. لما ندخل اصلا في سكه السينماتوجرافي او صناعه السينما، حوار باكويبمنت، بمعدات، بتكنيكس. تدخل في حوارات البوست برودكشن والفي اف اكس، كل ده شايف الاندستري دي كامله. كله ينطلق تحت مدروج الميديا برودكشن. بالظبط مظبوط. بالظبط. وهنا ينقسم برضه لجزئين تانيين. في حاجه فريلانس، جميل. الناس اللي هي بتشتغل عن بعد. وفي جانب الاون سايت اللي هو الناس اللي بتحضر بقى في اللوكيشن، ويا جماعه احنا يلا بنصور وبنعمل الفي اف اكس اون سيت وهكذا. فميديا برودكشن هو مجال كبير فعلا. مجال كبير. نقطه الفريلانس عموما هي طبعا مشجعه لكتير من الشباب. يعني ايه مشجعه لكتير من الشباب؟ اللي هو احنا بقى سهل دلوقتي اللي هو نشوف توتوريالز على اليوتيوب او نشوف اونلاين كورس، وممكن في اونلاين كورسز كويسه جدا الناس بتتعلم منها، فبقى الموضوع سهل. انت بتسمع التوتوريال وبتطبق فالموضوع لذيذ. وفي ناس بالها طويل بتاخد الطريق لاخره، وفي ناس اللي هو يعني مش باله طويل، هو مجرد داخل يجرب بس. داخل يجرب. وفي ناس يعني في ناس، انا شفت ناس اللي هو حاسس المجال ده مربح، وانا شفت حد بيقول عليه بيجيب فلوس، بيجيب فلوس، فهي يلا بينا نجرب، تعال نجرب. وفي ناس على العكس، يعني في ناس بالعكس داخله المجال ده هوايه، وفي ناس داخله مجال دراسه. حلو. ممكن في ناس تسافر بره مصر مخصوص عشان تتعلم الحاجات دي. فاهم. ففي فرايتي في المجالات، في فرايتي في انواع الناس اللي بتدخلوا، وده شيء طبيعي. والفريلانسرز نفسهم جزء صغير من منظومه كبيره من الاندستري. طيب خلينا ناخدها جزء جزء ونبدا نتكلم. هي ايه اغلب او المصطلحات الشائعه اللي غلط في جزء الفريلانس؟ برضه موضوع كبير. هو موضوع كبير، بس احنا نحاول حاجات تبسيطيه، يعني نجيب الموضوع بشكل شمولي. يعني معظم الكلام الناس اللي بتشوف فريلانس، هي كلمه فريلانس عند معظم الناس اول ما تقول فريلانس مرتبطه بالفلوس. فريلانس يعني بيقبض بالدولار، فهم الاثنين موجودين. النقطة دي نقطة الفريلانس، بداية كده سكة الفريلانس عموما هي ابيليتي بقت موجودة عند الشخص. انت دلوقتي حد اتعلم جرافيك ديزاين على سبيل المثال، انت عندك القدرة انك تصمم فلاير، عندك قدرة انك تصمم بوستر، عندك قدرة انك تصمم وات ايفر ايه اللي ممكن يحتاجه الكلاينت. حلو. هي سكة بتبدأ بدي. موضوع الورك فلو ان احنا بقى نوصل للكلاينت، وازاي يتم التعامل مع الكلاينت، وازاي نديليفر للكلاينت، وازاي يتقفل الشغل مع الكلاينت، مش جزء تاني بقدر ما هو دي اهم ورك فلو هيعدي بيها الفريلانسر، وهتفرق ما بين الفريلانسر والتاني. تمام. في ناس بتستخدم بلاتفورمز معينه، في بلاتفورمز كثيره جدا للفريلانس اللي ما بيبقاش فيها حتى دايركت كونتاكت مع كلاينت. في حاجات تانية كفريلانسر لا، بيجي له مثلا على السوشيال ميديا احنا محتاجين كذا، محتاجين شغل كذا، وهكذا.
هنا بيعتمد بقى الموضوع على سكيلز فريلانس، كمهارات تواصل، كمهارات بيع، كمهارات كلام. مم. دي الحاجات اللي اصلا اوريدي بتثبت لفريلانسر او للكلاينت الكاركتر بتاعت الفريلانسر. هل الولد ده شاطر؟ هل الشخص ده شاطر كويس ولا لا؟ هل اثق فيه في حاجات؟ هل هعمل معاه مشروع شورت تيرم ولا لونج تيرم؟ اصلا هيشتغل معاه المدى القصير ولا المدى الطويل؟ صح. فدي حاجات بتفرق قوي كده. انا خايف اكون بعدت عن السؤال اصلا. ف السكيلز دي عند فريلانسر مش بتيجي من الاول، طبيعي يعني. لازم تجربه مره واثنين بالظبط، وثلاثه. بتجرب مره واثنين وثلاثه. وطبعا مفيد في حاله زي كده اللي هو انت بتعرف الناس اللي حواليك. صح. او لو كون حد علاقات. لو حد لا مش علاقات، مش معنى علاقات انك بتعرف حد او تسال حد من كوميونتي فريلانسرز، حد قديم، مم. حد اشتغل مع كلاينتس كتير مثلا بره مصر وجوه مصر، فعارف طبيعه التعامل. فهنا طبيعه التعامل دي فهو هيفهمه يعني ايه بريف، تاخد البريف منه ازاي، هتتعامل معاه ازاي، البروبوزال هتبعته له ازاي، اللي هو مظبوط. الحاجه اللي فيها برايسنج والتيرمز اللي هيتم التعامل بيها. بعد ما بعت الشغل، لما بعت الشغل بالصوره دي مثلا، هل هيتوافق عليها بانهي صوره، هاخد الكونفirmation بانهي صوره، يعني لما برضو حتى الايديت اللي هيجي لي هتعامل مع الايديت ازاي، وهكذا. انا اوريدي كنت عامل اعمل في الكورس. كنت عامل كورس، او هو سلسله فيديوهات موجوده على اليوتيوب. كان حاجه كنت بسميها ذا كلاينت كودكس. كان موضوع دردشه والله يا عبد الرحمن. كان الموضوع عن الكلام من بعد اللي هو تعلم المهاره. اتعلمت مهاره، ازاي بقى هتوصل للكلاينت وازاي هتبدا تتعامل معاه. كنت عامل بلاي ليست صغير لهم بقى اللينك تحت في البايو. في اللينك اتمنى حقيقي يكون مفيد، واتمنى هو ما شاء الله يعني انا سمعته وفادني كتير جدا عموما يعني على الشخص اللي هو الجانب الشغل ده جزء كبير استفدت منه من الكلام بتاع الكورس ده. هو الموضوع ده يعني برضو ايه الكلام ده جه بعد كلاينتس كتير وتعاونات كتير. وعارف انت الكلاينتس عموما بيثقوا في الشخص الكلير الواضح. صح. اللي واضح بمعنى انه عنده تيرمز واضحه في التعامل. هو اداني ديدلاين واضح، اداني سعر واضح، وراني اوريدي الريفرنسز او الحاجات اللي هيبدا يعتمد عليها في ستايل الشغل. فالكلاينتس بيثقوا جدا في شخص زي ده. في نوع من الناس اللي بتشتغل وما شجعش الناس تعمل كده، انصح الناس انها ما تعملش كده، اللي هو بيخلي من بحر طحينه. انا هعمل واسوي. قول لي يا باشا انت عايز ايه وانا معاك. دي مشكله كبيره خالص. ان الفريلانسر يكون ليه الكاركتر بتاعه، وان هو يكون واضح في كل حاجه في سياسه التعامل بتاعته، حتى في برايسنج، يعني في البروبوزل او في الحاجات اللي بيتم التعامل فيها مع كلاينت. نبذه بسيطه يعني ان احنا مثلا خلاص تم الكلاينتس قال لي انا عايز والله كامبين اعلانيه. الكامبين الاعلانيه دي هنعمل فيها كذا فيديو، فانا ببعت له البروبوزل ده اقول له الفيديوز دي هيكون عندنا 3 باكجات او 3 انظمه. 3 انظمه بمعنى ان احنا عندنا في حاجه هاي بادجت قوي، في ميديوم بادجت، في لو بادجت، دي بكذا وهيستخدم فيها كذا كذا كذا، ودي هيستخدم دي كذا وبكذا وهيستخدم فيها كذا، ودي الريفرنس كمان اللي هيطلعها. الحاجات دي وضوحها بيسهل للكلاينت على طول يعني. وغير كده بيشوف ان انت فاهم يعني انا بتعامل مع شخص فاهم في كل حاجه، فهو هو خلاص يعني انت مش داخل تلعب عليه، فاهم. بالظبط. جميل قوي. طيب في ناس واخده الفريلانس كمجال شغل. فايه خلينا نشوف النقطه دي. يعني فريلانس الحقيقي، فريلانس اللي هو الحاجه المؤقته، انا جالي زي ما بيقولوا سبوبه. مش متاكد هو ده اللي تقصده ولا لا، اللي هو تقصد ان هو عايش طول حياته فريلانسر بدون التزام بحاجه تانية. في ناس كده يعني في ناس بتاخد الفريلانس كشغل حقيقي، في ناس تانية بيبقى الموضوع معاهم سبوبه، وبرضه بيبقى على حسب الشخص وتعامله. ففي ناس اعتمادها الكلي كده وكده، فايه الفرق بين الاثنين؟ خلينا اقول هو فريلانس يعني مش سبوبه مقدر. في ناس بتروح لسكه فريلانس لبروفيت بحت، وده امر طبيعي يعني اتفهم دي. لكن نقطه العدم الاحترافيه في التعامل دي اللي بتسبب مشكله. يعني طبيعي ان حد يكون عبد الرحمن مثلا فريلانسر وانا بدور على فلوس وبدور على حاجه اللي انا عايز احقق فيها بروفيت عالي،
في ناس وده طبع اللي هو لا انا واخد فريلانسر حب، انا حابب صناعه الديزاين اللي بيتعمل مثلا او كده، انا بحب افنن في الديزاين. في ناس كده فيها تاتشات فنيه، انا اتعاملت مع ناس كده فعارف المنتاليتي دي او طريقه التفكير دي. في ناس حابه فعلا الاندستري اللي بيدخلها في فريلانس. في ناس تانية لا واخدها بروفيت. انا متفهم دي انا متفاهمها، بس رجاء تعاملوا مع المجال باحترام او الاندستري باحترام، لان اوقات دي حاجه بتتاخد بصوره عكسيه، اللي هو احنا بنسيء للاندستري اصلا. مظبوط. فتلاقي في هضرب امثله يعني الاندستري كبيره قوي. هي كبيره. فلما نتكلم مثلا على فيديوجرافرز او فيديو اديتورز، ناس كبار مثلا، ويكتشفوا انه في فيديو اديتورز له اكسبيرينس مثلا بيتعاملوا بطريقه يا جماعه فاهم اللي هو ليه كده يعني الصنعه باظت يعني بالظبط. فاهم. فرجاء بس يعني حتى الناس اللي بتتعلم او الناس اللي بتبدا، يعني مفيش سبوبه ولا حاجه، بس نتعامل مع الفيلد نديله قيمته واحترامه. يعني ما نركزش قوي يعني. خليك الفلوس مهم، م. بس مقابل ان انت هتاخد فلوس، حاول ايه يعني ايه تظبط الدنيا، يعني ما تبهدلش كل حاجه. اتعامل مع الفيلد باحترام واديله قيمته. يعني شفت البروفيشناليزم او الحاله الاحترافيه اللي قلتها، اللي هو بروبوزال أيوة. وفي حاجات بتتبعت وفي حاجات كذا يعني دي حاجات بتساعد وبتخلي ليك قيمه قدام الكلاينت. في حاجه يعني مثلا على سبيل يا عبد الرحمن البروبوزال، يعني كان في موقف انا كنت بتعرض له زمان قوي، اللي هو الكلاينت مثلا اللي يكلمك تقريبا عندي مشروع فيديو، مشروع الفيديو ده عايزك تصوره بكره، بس قول لي دلوقتي بكام. مم. كحد متسرع او بيسعى لفلوس على طول، دي عشان خاطرك والله عندي ب 1000 وليك ب 500. دي مش احترافيه. اكيد طبعا. ليه؟ لسببين. رقم واحد، انت ما خدتش كل التفاصيل، انت لسه مش عارف ابعاد المشروع، مم. ما فكرت، انت ما خدتش وقتك في التفكير، فاهم. صح. انت لو عملت الثلاث حاجات دول انت اوريدي هتستريح اصلا، فاهم. ففي الحاله دي احنا الصح ايه اللي بيحصل مثلا في حاله زي كده؟ حاضر يا فندم خلاص هنفكر، يعني هاخد منك كل تفصيل. طب انت عايز كذا، انت محتاج كذا، انت محتاج كذا. طب تمام هفكر وابعت لحضرتك بروبوزال على الايميل. البروبوزال ده ايه؟ اللي هو بعد ما عرفت كل حاجه، بعد ما اخدت بريف، ابعت له بروبوزال اقول له ايه اللي هيحصل وكذا 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 وكذا، وهتاخد البادجت هيكون كذا وممكن تزيد كذا، البادجت دي هتكون شامله كذا كذا كذا. شايف الامور بقت واضحه ومريحه لكل من الكلاينت والشخص الفريلانسر اللي هو هيقوم بالوظيفه. حاجه بسيطه ومريحه تدي للشغل قيمته واحترامه والاثنين يكونوا مستريحين. هو الاتفاق بيريح. ده حقيقي. فانت طالما اتفقت من البدايه على نظام شغل معين وخلاص الدنيا في سيستم انت ماشي بيه، خلاص انت مستريح. انت عارف المفروض يعمل ايه واللي عليه، وانت عارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. ده حقيقي. فالموضوع بيبقى فيه يعني ايه، حطوا نقط على الحروف زي ما بيقول. جدع، هو اللفظ ده بالظبط اللي انا يعني لازم فاهم. ده حاجه. في حاجات تانية كتير برضو يعني كسكيلز بقى في التعامل مع الكلاينت. بالظبط. طيب الفريلانس هو مش مجرد موهبه، صح؟ يعني مثلا انا مش كفيديو اديتور مثلا، هو انا عندي موهبه ان انا بعرف اديت، اوكي. بس هل هو معتمد على الموهبه بس؟ لا لا، انا عارف ناس عندهم قدره صبر وتحمل على التعلم كبيره قوي. جميل. هو حد لسه مش حابب يعني فكره الفيديو اديتنج، ولا اتولدت مثلا او من كام سنه وانا عاشق لفيديو اديتنج او فاهم عادي، بس انا حسيت ان المجال حلو وفي حد قريبي او في حد اصدقائي او مجموعه من اصدقائي حابين الكارير، فالشخص ده بيبدا يتعلم هو بنفسه، يدخل على اليوتيوب ويتعلم وهكذا، وعنده صبر طويل وخد كتير في الاندستري وبدا يتفرج ويتعلم ويتعلم. هو في البدايه هو مش حابب وما عندوش الموهبه دي او كده، جميل. بس من صبره ومتابعته وقدرته على التعلم بيبقى حد واو، بيبقى حد قوي جدا. الموهبه لو موجوده من الاول ده هيبقى حد بيرفكت قوي. خلاص الحاجه المين موجوده. بالظبط. وفي ناس عندهم موهبه وما اشتغلوش، ما عندهمش صبر او سرعه او لسه بقى هتعامل مع كلاينتس بقى وبتاع. يعني ودي للاسف مواهب بتدفن
يعني في ناس كتير فعلا كده. في ناس عندها يعني كحاجات بتوقف فريلانسرز انه مكسوف انشر شغلي. دي اكبر مشكله على فكره، آه، دي اكبر مشكله. كل واحد بعد ما يخلص ناس شغل كتير. يعني هو يعني مرحله يعني كلنا عدينا بيها. انا في واحده كانت شغاله معايا في توبي بلس اريبيا، مش عارف ينفعوا لي الشركه ولا لا. في واحده كانت شغاله معانا، انا فاكر كويس، هي كانت لسه بتبدا فيديو اديتنج، كانت خبره سنه مثلا تقريبا، مم. وبدات تعمل شغل حلو، كانت بدات تطلع شغل حلو. فانا كنت بقول لها انت نشرت شغلك او صح. كاتبه على بروفايلك انك شغاله مثلا مونتير او حاجه؟ فتقول لا مكسوفه، وانا حاسه ان لسه الفيديو مش حلو. هو حلو يعني، مش وحش. وكون انك تكتبي او تدعي عن نفسك انك شغاله مونتاج دي يا بنتي، ده حاجه ممكن تفتح لك تفتح سكك فعلا شغل كتير. كتير قوي. لا هو مكسوفه يا بنتي. فتره كده عدى فتره، وكل فتره افتح الكلام ده، ورجيت في مره قلت لها بص احنا هنقعد حالا، هنعمل بقى كلنا. احنا في فيديو خلصناه، وفيديو بروجكت كان حلو جدا، كان حمله اعلانيه وكنا مطلعين منها كل الفيرجنز اللي احنا طلعناها. شايفه الاعلان ده؟ افتحي الفيسبوك حالا واقعدي واعملي شير. ده شغلي. احنا انا شغاله مونتاج، ده جزء من كسرت مونتاجي الحاجه. مع كذا. اه عملتها وهي مكسوفه وهي تقيله، ولعلها والله بتتفرج على الفيديو ده. عملتها مم. او شيرت. بعدها بيومين او بثلاث ايام، ابن عمها او حد قريبها خد باله ان هي شغاله، فقال لها يا بنتي طب تعالي اعملي لي كذا، واتفتحت سكه. خلاص بقى بدأ الناس عرفتها بالظبط. وعملت له شغل، فشغله الشغل معاه عجبه جدا، فحد معاه عرف ان خلاص بقى يعني بتبقى معارف بقى، فالموضوع بيكبر. بيتفتح. بالظبط. فهو بيبقى حلو. هو الموضوع كشغل هو لازم ان انت تنشر شغل. هو الموضوع في الاول اي حد بيشتغل بيبقى شايف ان هو بيقارن نفسه بالباقي، بالظبط. فبيشوف مستوى شغله ان هو لا ده انا لسه بدري عليا، أنا لسه ما جيتش. الناس بتتعلم، صح. ومش ضروري ان اول فيديو انزله او اول ديزاين انزله يبقى احسن حاجه. يبقى احسن حاجه. صح. مش ضروري. انا فاكر اول فيديوهات او اول ديزاينز اعملها زمان كانت حاجه انا بشوفها دلوقتي والله العظيم لسه محتفظ بيها عندي. كانت حاجات كنت اعملها من ايام الكليه في انشطه او اكتيفيتيز كنا بنعملها. لا حنين. الكلام ده كنت بطبقه على برنامج كان مونتاج، كان برنامج اسمه سوني فيجاس او حاجه زي كده، قبل بقى ما نتعلم بريمير وندخل في سكه الحاجات الادفانسد او صح. نستخدم الحاجات الشركات الكبيره. آه، بضحك. الحاجات دي كنت بعملها شير برضه زمان ومبسوط بيها. دلوقتي احس ان اوقات ايه ده؟ ايه اللي انا كنت بعمله؟ اللي انا كنت بعمله ده، بس في نفس الوقت لما كنت بعملها وبعملها شير هي اللي وصلتني لحد دلوقتي. اكيد. الحمد لله. يعني دلوقتي احنا كام عدى، اعتقد من اول فيديوهات نشرتها عبد الرحمن نتكلم تقريبا 2014 او 2015 اول فيديوهات اعملها. بس هي كان ايام الكليه كنا بنشتغل كان ستودنت اكتيفيتيز وكده، وكنا بنعمل ايفنتس كبيره، والايفنت ده اروح واخد الفوتج بتاعته وعامل لها مونتاج. فالمونتاج كان متواضع والله يعني. بس الحاجات دي كانت بسيطه قوي يعني، فاهم. وسبحان الله لما كنت بعمل شير ومواكب وحابب الموضوع الدنيا بقى بتمشي. كتير الحمد لله. يعني هي زي ما بيقول لك البدايات، ابدأ، لازم تبدأ. بالظبط بالظبط. لان انت فعلا انت لو ما بدأتش حتى ان انت تبدأ تنزل شغلك او كده، انت فعلا مش هتبدأ. شيروا شغلكم، الكاميرا فين؟ شيروا شغلكم يا جماعه. لازم. يا بالظبط. طيب انا هقول لك كام كلمة، وكل كلمة تديني عليها يعني مثال بسيط او ريفرنس مثلا. يعني اول حاجة مثلا معانا تنظيم الوقت. ما نقطه مهمه قوي دي نقطة مهمة جدا في قطاع الميديا برودكشن وقطاع التاسكس. خلينا هتكلم بسكيل في الميديا برودكشن، وبعد كده هتكلم بسكيل فريلانس. الميديا برودكشن دايما محتاجه تخطيط، لان انت بتبقى محطوط في سياق او ورك فلو مرتبط بانبوت واوتبوت. يعني ايه؟ يعني مثلا انت محتاج، انت بتعمل مثلا ابسط حاجه سوشيال ميديا ديزاين. السوشيال ميديا ديزاين دي محطوطه في بلان انها هيتعمل لها ببلش في تاريخ معين. مظبوط. وانت اوريدي الكونتنت بيجي لك مثلا في تاريخ معين. الفتره اللي بتنجز فيها السوشيال ميديا ديزاين دي لازم تكون مرتبه كويس، وعامل حسابك ان الفتره دي هتتقسم بشكل معين بحيث تطلع بينها من السوشيال ميديا ديزاين ده. فلازم كسكيل لازم تكون منظم وقتك.
اكيد طبعا. لازم. انا اوقات بواجه المشكله دي، يعني يمكن ناس ما تقدرش تنظم وقتها، او يمكن يحصل تدخلات في حاجات مختلفه، بس حاول بقدر الامكان تكون اورجنايزد، بحيث ديدلاين البعبع بتاع الكارير بتاع الميديا برودكشن، الديدلاين ما ينفعش توصل له. صح. دي نقطه مهمه في البروبوزال وانت بتبعته للكلاينت. حط ديدلاين، ما تجبرش نفسك عليه. يعني لو انا مش هخلص لك الدنيا بكره يا باشا واحط لك ديدلاين ليه بكره، تزنق نفسك؟ ليه؟ صح. حط ديدلاين مريح بالنسبه لك، مريح للكلاينت، عشان الديدلاين ده هو اللي مش هينفع تتاخر عنه. مظبوط. بالظبط. فتنظيم الوقت مهم، مهم. هو مهم وفي جدا. وقت كده يعني انت محتاج فيه اللي هو تنعزل عن كل حاجه وركز في البروجكت او في الحاجه اللي بتنافسها. اكيد. بس التاني كلمة اللي هي تأمين الدخل. في ناس بتشتغل كتير جدا، واللي من هنا رايح هنا، هو بيجيب الفلوس، هو بيجيب فلوس بس بيصرفها. حوار ده هو حوار صعب يعني بالنسبة للشباب كمان. هو الموضوع ايه؟ احنا لسه صغير، ما وريش مسؤوليات، مش عارف ايه. بس هو بعد فترة ممكن يجي وقت هو محتاج مثلا يطور مثلا البي سي مثلا، او يجيب اي حاجة. اعرف حد كده، اعرف حد يعني فلا انت بتيجي تتزنق. طب انا بجيب فلوس وبجيب فلوس كتير، بس راحت فين بقى؟ آه هي طبعا دي سكيلز اعتقد حياتيه اكتر. هي حياتية. يعني ومساله ان انت يعني تحافظ على مدخراتك، او ان جزء من الدخل يكون في الادخار وجزء تاني يكون في مجال التطوير، لان دي برضه جانب مهم. مهم. ان ما يكونش كله في مدخرات، لا، في جانب انت محتاجه في تطوير، الورك ستيشن بتاعك او الجهاز بتاعك، وفي تطوير المعدات اللي انت بتستخدمها. فده امر طبيعي. يعني مش عارف اقول ايه. يعني حاسس ما هو مهاره حياتيه. اركز بس، او اشجع الناس اللي هي اعتقد لما حد هيتجوز او هيرتبط او هيبدا يتولى مسؤوليه هيفهم النقطه دي. هو وراه مسؤوليات، فهو او وراه مسؤوليات بالظبط. فهو عارف ان مثلا في جزء رايح لكذا وجزء رايح لكذا. بالظبط. ممكن يعملوها بشكل مبدئي لو حد ما وروش مسؤوليات، يخلي سي مثلا في 30% التطوير مثلا المعدات اللي معاه، و30% مثلا ادخار، والباقي يا عم اصرفه. بالظبط. وهكذا. طيب اهم نقطة الاستمرارية. هي الاستمراريه مفتاح نجاح اي حاجه. اكيد. اي حاجه مفتاح نجاح اي حاجه. الاستمراريه بالنسبه لنا احنا في قطاع الميديا برودكشن، او في قطاعي انا كمونتير. انا تخصصي اصلا مونتاج. صح. ف اوقات كتيره يمكن ما كنتش بشتغل، او اوقات كتير مثلا لو في بداياتي ما كنتش بعمل فيديو، بس بعد كل فتره كده لازم اعمل حاجه. لازم اعمل حاجه واطلع بفكره. حتى لو انا ما جاليش شغل، اطلع انا بفكره واعملها. ما تستناش الشغل. ما تستناش الشغل. هو في ناس بقى بتيجي في النقطة دي بتعطل. ما فيش شغل، ييأس، يجي له إحباط، خلاص يسلم بقى. هي دي مرحلة ايه؟ هي برضو فيها جانب، يعني هنا بقى جانب الموهبة، او جانب الهواية بالشيء. يعني لو حد حابب اندستري معينة، اندستري جرافيك ديزاين مثلا على سبيل المثال، تمام، في فترة ما عنديش فيها شغل، بيفتح يعمل هو حاجة بسيطة، مثلا يخترع مشروع ونزل. يخترع. عندنا حلواني اسمه بخيت على سبيل المثال. تعالى نعمل له لوجو ونعمل له براند ايدنتي كاستمراريه، ان احنا بنعمل الشغل. انا ما وقفتش نتيجه مثلا ما فيش شغل او حاجه، وبنشر كصناعه فيديوهات او صناعه الفيديوجرافي اندستري. ممكن تنزل تصور حاجه، تجرب تروح ايفنت، تروح سفريه او حاجه، تصورها فيديو واعملها مونتاج كحاجات انت بتقوم بيها باستمرار. كون انك بتقوم بيها باستمرار ومواكب، هي دي اكتر حاجه بتعلم الناس. على الاقل انت ايدك زي ما بيقولوا هتبقى في الشغلانه. بالظبط. فانت هتطور من نفسك. والجميل يعني برضو في حاجه يا عبد الرحمن، ودي اللي بتطور قوي، ان مثلا انا كحد مونتير بيجي مثلا من المشاريع الشخصيه اللي انت بتخترع مشروع، صح؟ انت بتيجي في دماغك في المشروع ده، طب انا عايز اعمل حته معينه، انت مش عارف لسه هتعملها ازاي. انا عايز اخلي حركه تحصل بطريقه معينه، عايز افكت هنا يظهر، عايز هنا حاجه تظهر، عايز حاجه تيجي تقطع. هنا ايه اللي بيجي بقى؟ بيجي حاجه اسمها الدافع للتعلم. صح. اروح داخل بقى
مدور شفت اعرف tutorial. اعرف عرفت الطريقه. ممكن تلاقي يجي مشروع بعد 3 سنين او 4 سنين افتكر في تكنيك انا كنت استخدمته ترجع للقديم وانا عملت ده فتفتكر فتعمل اتعلمته خلاص. جربته في حاجه وطبقته في حاجه انت بتحبها اوريدي فطلع حلو جدا. مم. فبس مساله الاستمراريه حتى في صناعه المحتوى دي شيء اساسي حتى في صناعه يعني المحتوى كلنا بنكسل شويه اللي هو يعني زوجتي بتقول حاجه حلوه اللي هو يتحرق المود. مم. يعني في اوقات كتيره وده بيبقى امر طبيعي اللي هو انا متضايق النهارده مش قادر مودي مش ألذ حاجه يتحرق مود تقوم قوم اشتغل قوم جرب صح. فعادي يعني ممكن نقوم طبعا في فيديوهات أنا بصورها يعني وكده فاللي هو يعني بدات اردد الكلمه اللي هو يتحرق مود طب يلا هفتح الكاميرا والله واحطها صح. او بتحط نفسك قدام الامر الواقع بالظبط. لا انا لازم انزل. وهنا بتيجي درجه برضو مواكبه لايه اللي هي بيرفكشنزم شويه اللي هو ايه لو انا فايق ومودي حلو فانا البرفورمانس بتاعي 100%. مم. طب لو مودي وحش برفورمانس 60%. على فكره 60% مش وحش. لا مش وحش. في فيديوهات كده في فيديو انا مثلا انا حاسس ان انا مكسل فيه شويه فعادي يعني مش وحش على فكره حلو بالعكس القيمه منه وصلت للناس والناس عجبتها صح. مش ضروري كل حاجه 100%. فبس ونتيجة الاستمرارية دي على أي حاجة أنت بتعملها عموما مش لازم صناعة المحتوى هي كده كده هيبقى لها نتيجة إيجابية إن شاء الله. فالنتيجة الإيجابية دي حتى ولو بسيطة هي هتديك أصلا دافع إن أنت خلاص بقى ارمي موضوع بقى اللي هو المود في جنب. أنت بحقيقة في المية كل يوم مفيش بقى 30% ولا 60% ولا الكلام ده. جميل. الميديا برودكشن بقى هو مجال بقى عليه زحمة كتير جدا. جميل. وأي حد بيبدأ فيه فليه اي حد دلوقتي بقى سهل ان هو يخش في المجال ده؟ ليه؟ لكتر الكونتنت وكتر الحاجات التعليميه اللي فيها بصراحه. يعني انت سهل دلوقتي وانت في بيتك تفتح تطلع يوتيوب كورس كذا اشرحه واذاكره كويس وبس خلاص. انت معاك اصلا توتوريال دلوقتي اليوتيوب بقى عليه كل حاجه بالظبط بقى امر سهل. والمشكله يعني مش مشكله يعني اغلب الناس بدات تروح لحاجات تجربها بغض النظر هل هي كويسه فيها ولا لا هل هي عندها القدره على كده ولا لا هل هي حابه المجال ده ولا لا انا رايح اجرب. صح. ففي ناس كتير بتجرب وفي ناس بتدخل الكارير بس مين اللي يكمله؟ صح. مين اللي عنده القدره على الاستمراريه والمواظبه والصبر انه يتحمل حاجات كتير انه يتحمل الايديت كده ميديا برودكشن دي موضوع كبير له. يستحمل الايديتس والايديتس اللي بتجيله من الاكونت مانجر او من الكلاينتس ده حوار. لو حد ما عندوش قدره على الصبر على لا خلاص اقول لك انا هيسيب الموضوع. وهي دي يعني هتلاقي الناس يعني كميديا برودكشن اندستري ناس كتير قوي بتدخل السنه يقع 50% السنه اللي بعدها يقع من اجمالي الناس اللي دخلوا يقع 80% 20% اللي يكمل 30 لثالث سنه 5% او 2% اللي يكملوا بقى بعد ال4 سنين مثلا. دي بقى نتيجة ايه لانه بيدخل في تفاصيل الشغل ويبدا يعرف كواليس كل ما يعرف اكتر كل ما الدنيا ايه وما يستحملش. في ناس فعلا ما بتستحملش وبالذات الناس اللي اعتقد ناس كتير اعرفها ما كملتش في كارير ميديا برودكشن نتيجة ان اتعامل مع كلاينتس. هو بيقول انا مش عايز اتعامل مع كلاينتس تاني مثلا. هو التعامل مع كلاينتس متعب شويه. يعني ارجعك للنقطه اللي هو الوضوح يعني مع كلاينتس وفي كلاينتس اعترف يعني متعبين. بس انا اوقات بقول ان تعب كلاينتس او انه يكون متعب جانب نتيجه بعدم معرفته بامور كتير فدي بيبقى فيه حسن تواصل شويه بين الشخص. في ناس ما عندهاش قدره على حسن التواصل ده في ناس ما عندهاش قدره على انه يوصل الكلاينت معلومه بطريقه معينه في ناس مستعجله اللي هو يلا هندخل المشروع اقبض الفلوس واروح على طول. ف هتمنى يعني الناس الكتيره اللي بتدخل الكارير اللي حسب كلامنا الناس اللي بيدخلوا موضوع الميديا برودكشن يكون عندهم صبر ويكملوا. طيب من وجهة نظرك انت شايف ان الموضوع ده كويس ان اي حد يخش المجال؟
بص يعني انا حاسس ان رايي مش فعال في النقطه دي. يعني كل حد ليه الحريه انه يدخل المجال، اكيد طبعا، اي حد. اكيد طبعا. واللي يكمل والاشطر. يعني عادي، ممكن في ناس بحترم دي جدا على فكره، ان الناس في ناس ما عندهاش موهبه او ما عندهاش هوايه، بس هو بسم الله ما شاء الله عليه مثابر وصبور وقوي وماشي في طريقه بسرعه، بحيث ان هو فعلا بقى شاطر. مم. ده احترمه جدا جدا جدا. لكن هي النقطه بس يعني الاوقات بتزعلني. لا طبعا دي حريه شخص ان اي حد يدخل الميديا صح. برودكشن زي ما قلت لك في الاول. النقطه اللي تزعل ان الناس اللي بتدخل الفيلد وتقلل من الفيلد. هو شاف يعني ايه، شاف جزء ما عجبوش فيطلع يقول لك لا ده مجال. انا مش هنسى، وانت اعتقد هتكون فاهم الموضوع ده عبد الرحمن، لانك انت عارف الشخصيه اللي هتكلم عنها. في حد كان بيكلمني في مشروع فيديو. مم. مشروع فيديو بمعنى ان احنا عايزين ننزل كونتنت باستمرار على السوشيال ميديا وعايزين بلان للفيديوز اللي هتنزل وسيت لوكيشن وان احنا نبدا نصور وهكذا. فقلت له انا بس مضغوط في الوقت ده، فهخلص الفتره دي بس، على ان انا كان عندي كذا بروجكت وهنخلص ونبدا ننفذ الشغل ده. فبعد ما خلصت المشروع بعت له يعني رساله، قلت له انا عندي قدره دلوقتي لو تحب نبدا نشتغل. قال لا انا لقيت خلاص، انا لقيت حد. قلت له طب حلو، وايه الاخبار ولا يعني الشغل معاه عامل ايه؟ قال لي ده حد حلو جدا ورخيص جدا، عامل لي فيديو ب 200 جنيه. عارف انا الناس دي. ايه فيديو ايه اللي ب 200 جنيه؟ يعني فقلت له يعني استغربت اللي هو طب هو يعني صورك، بس صورك بايه؟ بالظبط. تجي بايه؟ آه هو بصراحه كان يعني اللي يزعل مم. ان كان فيها كاميرا مثلا كويسه ومستوى المونتاج ما كانش قوي. في ناس بقى المشكله، في ناس بتحرق نفسها. يعني في ناس ما بتبقاش فاهمه البرايسنج قوي. هو بيروح هو يعني هو معاه معداته جميل، بالظبط فده بيأثر بالسلب على الناس التانية. بالظبط. انا ما عنديش مشكله لو شخص مثلا اللي طلب 200 جنيه زي عبد الرحمن طلب 1000 ونص 2000 مثلا، بالظبط. هو يمكن عمل كده او يمكن قلل في البرايسنج بتاعه نتيجه لانه مش عارف البرايسنج عموما عامل ازاي. مم. اوكي. البرايسنج بيعتمد على حاجات كتير، بيعتمد على الاكويبمنت، بيعتمد على فنك، بيعتمد على موهبتك، بيعتمد على مدى مهارتك في تسطيب اللوكيشن مثلا او كده. ووقتك برضه. لكن لما تبدا الاكويبمنت تعلى علي سعرك. اكيد. يعني بحسها عيب يعني انك تفضل بسعر قليل، يعني اللي الشخص نفسه مش في مصلحته. اكيد طبعا. يعني انت هتكلف كل الكلام ده وهتصرف على معدات كتير جدا وفلوس بالظبط. كتير جدا، بالظبط. فليه تقلل من نفسك ومن سعرك؟ هي كل شخص حر، بس هو جانب بيضايق بس شويه. بالظبط. يعني على مدار الشغل في مشاريع مختلفة مهم. تلاقي كلاينت يقول لك ده بيعملها بكذا. لا انا عن نفسي لما بلاقي الكلاينت ده بقول له خلاص يعني انا لقيت حد اريح اعمل. انا لقيت حد يعمل لي ال 10 تصميمات ب 300 جنيه. خلاص اعملهم. انت جاي تحرق معايا ليه؟ فاهم اللي هو انا لقيت عارف انت لقيت اكنه حد يعمل بيفاصل لي بجد. لقيت حد يعمل لي ديزاين ب 25 جنيه. في حاجات يعني اوقات بستغربها ومش عارف، يمكن والله برجع اقول والله يا عبد الرحمن اللي هو يمكن مثلا لانهم في اندستري تانية، اه في فيلد تاني، في في ناس. مستوى تاني، او ممكن. بس مش عارف، اوقات بتضايق هو اوقات في بتضايق. ناس كتير ما بتبقاش واخداها كشغل اساسي، هي واخداها مثلا كترفيه، او مثلا كاي حد حابب يعمل كده لمجرد ان هو حابب يعمل كده، فبيبقاش فارق معاه نقطة الفلوس قوي. مم. فدي برضو يعني دي نقطة برضو، فهي دي اللي ساعات بهدل نقطة البرايسنج شوية. اوكي. السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقى أثرت على قطاع الميديا برودكشن بالإيجاب ولا شوهته؟ اعتقد السوشيال ميديا فتحت مجال كبير قوي للميديا برودكشن جديد ما كانش في موجود زمان. صح. ميديا برودكشن زمان كانت دراما سينما بس ما كانش في حاجه اسمها يوتيوب ولا تيك توك ولا انستجرام ولا الكلام ده ما كانش موجود. فالميديا برودكشن لا غيرت العالم، ومع ظهور اوريدي اصلا الكاميرات الدي اس ال ار والميرلس زمان ما كانش في حاجه اسمها كده. ما كانش في سهوله ان احنا نملك كاميرات او سمارت فونز بكاميرا سينمائيه. دلوقتي الايفون انت ممكن تاخد ايفون تصور فيلم.
فالسوشيال ميديا اكيد غيرت عالم التطور الفيديوهات. برضو اللي حصل في كل حاجه. والسكيلز مطلوبه. انت دلوقتي زمان كان مونتاج الافلام ازاي؟ مونتاج الافلام كان فيلم بقى وحوار وقطع وتقطع ويلزق وياخد كوبي هو ده موضوع زمان كبير. كانت الاندستري شوف عامله ازاي. دلوقتي خلاص الاندستري كاب كات يا بابا على بس موبايل. خلاص خلص الموضوع. طب هندسه، ادوات بسيطه اي حد يقدر بيها ان هو يخش المجال او يتعلمها، يعني ممكن تقول لنا كام حاجه كده بخصوص النقطه دي؟ القشور من كل اندستري، يعني لما نتكلم على الطبقه الخارجيه من الديزاين او صناعه الفيديو او الكلام ده كله، في اف اكس، 3 دي موديلنج، 3 دي كومبوزيتنج، القشور خدها من اليوتيوب عادي. حلو. ليه؟ لان اليوتيوب بس يعني هتلاقي حد بيكلمك بصفه عامه عن المشروع، عن كارير، حلو. عن البرنامج او عن السوفت وير وازاي بيتم استخدام حاجات فيه قشور. ان ديتيلز حاول تروح دبلومه او معهد او كورس، حاجه تكون مكثفه وحبذا، وللاسف دي قليله، حبذا لو المكان ده او لو الدراسه فيه او لو دراستك انت يكون مرتبط بحاجات نظريه موجوده في الكارير. جميل. يعني ايه حاجات نظريه؟ يعني احنا اغلب مثلا صناعه المونتاج دلوقتي كل الناس دلوقتي بقى بتعرف تعمل مونتاج على كاب كات وعلى اليوتيوب الموضوع وعلى بقى الكلام سهل. ده كله. كمعرفه نظريه عن المونتاج، كمعرفه عن المود اللي انت عايز توصل له المشاهد في المونتاج، كمعرفه بانواع القطعات وامتى نستخدم القطعات دي، ازاي ادخل المشاهد في المود، ازاي ادخل المشاهد من الالوان في المود، انواع مونتاج المفروض استخدم انهي نوع هنا او استخدم انهي نوع هنا، او ابدا اعتمد على رتم سريع هنا ولا على رتم بطيء هنا. الحاجات دي بتحتاج بعض المعرفه النظريه او المعرفه الاكاديميه مثلا بالمونتاج. كذلك الكومبوزيتنج ده اللي هو احنا بنبيلد 3 دي موديل من الصفر، صح. وان انا اركبها. الموديلنج هو اسف اللي هو بنعمل حاجه 3 دي من الصفر. الكومبوزيتنج ان انا ادخلها مع الفيديو. في حاجات نظريه واكاديميه مهمه تكون فاهمها. في صناعه الفيديو نفسها بقدر ما هي بسيطه، يعني الفيديو دلوقتي السيتنجز بتاعت الكاميرا او بتاعت الموبايل امر سهل. في الموبايل خلاص انت بتفتح تصور. بالظبط. بس لما تجرب في حاجات كده اكاديميه تعرفها هتكشف لك ايه ده. لا انا فهمت دي ليه. هو فهمت ان ممكن في وقت تاني او في مود تاني ابدا اغير في السيتنجز بتاعت اعدادات التصوير بحيث تطلع لي كذا. صح. في كورس كان زمان كان موجود على كورسيرا، انا فاكره كان فتح لي النقطه دي قوي، كان حاجه اسمها برنسبل او اوف ديجيتال ميديا فاندمنتالز، حاجه زي كده، مش فاكر اسمه بالظبط، ممكن ابقى ابعته لك عبد الرحمن. خلاص. الكورس ده يعني اعتقد هو قريب لفيزياء. حرفيا هو بيتكلم عن الديجيتال ايمج، الصوره اللي في النهايه بتشوفها على التليفون او على الشاشات، بيتكلم عنها بالتفصيل. يعني ايه بتريت، شرح البتريت، يعني ايه كودكس، يعني ايه حاجه اسمها اتش 264، يعني ايه ام بي 4. طب ليه ما طلعش اي في اي؟ يشرح العمليه دي بالتفصيل، يشرح الكاميرا ازاي بتجذر او السنسور بتاع الكاميرا ازاي بيلقط الصوره ويضغطها الاليه الضغط دي اللي هي الكودك، وازاي هيسيفها ام بي 4. طب ليه ما اصورش بام او في؟ في كاميرات بتصور بصيغه ام او في. ايه الفرق بين ام او في وام بي 4؟ طب مش ممكن في ممكن تلاحظها في ادو بريمير في حاجه اسمها اتش 265، في اتش 264 و اتش 265. ايه اللي يخليني ما استخدمش اتش 265 واستخدم اتش 264؟ طب هل ممكن في اوقات استخدم اتش 265؟ بتبدا تفتح لك ابواب لحاجات عشان تفهمها كتيره. في صناعه الفيديو على سبيل المثال موضوع الدايناميك رينج، اعتقد ناس كتير مش عارفه يعني ايه دايناميك رينج. موضوع مهم جدا في اختيار الكاميرات. الدايناميك رينج بتاع دي كذا والدايناميك رينج بتاع كذا. الناس بتعتمد لحد دلوقتي نوعا ما في اختيار الكاميرات، دي 48 ميجا بكسل، ده 24 ميجا بكسل. دي 48 كده احسن، ده منظور الناس، فاهم؟ It's more than complicated. صح، يعني مش مجرد مش سهله للدرجه. فلو عايز تبدا تدخل في كارير صح زي ما قلنا، خد القشور من اليوتيوب وابدا اتعلم في حاجه اكاديميه اكتر وادرس حاجات نظريه اكتر. الحاجات دي هتخليك قوي جدا في الفيلد. زي الفل.
تسلم. الاخراج بقى مش فن بس، ده اداره كمان. هو خلينا ما نتكلمش على الاخراج فاهم، او مش مفهوم الاخراج اللي نعرفه الاخراج الفيلم او لا مش مفهوم. هنتكلم على كايجنسي وايز. احنا بنتكلم على حاجه زي ارت دايركتور، ككرييتيف دايركتور وهكذا. اللي هو تبني تيم وتتعامل مع الفريق وكده. بالظبط. هو ده بقى السؤال، ازاي تشتغل مع فريق؟ هي بيتطلب الموضوع مهاره فنيه. جميل. يعني دي لا شك فيها ان مهاره فنيه، ان انا اكون شارب الصنعه فعلا وعارف كل الديتيلز اللي احنا مرينا بيها دي. ومش مهاره بسيطه، لا احنا محتاج مش معرفه بسيطه بقدر ما هي معرفه مكثفه، وانت خلاص شربت الصنعه. صح. شربت الصنعه دي لوحدها تخليك سولو بلاير. حلو. تخليك سولو بلاير. لما نيجي بقى نتكلم عن التيم عبد الرحمن، او هندله الفريق كجرافيك ديزاينر، او كتحتك كل الفيلدز اللي شغالين تحتك، هنا هيبدا ندخل بقى في شويه سكيلز لحسن اداره التيم. حلو. سكيلز زي رقم 1 تفهم كل شخص ومسؤولياته. كجرافيك ديزاينر، الاديتور، هو تفهم مسؤولياتهم كلهم. فاهم نفسيتهم نفسها، مش ادوارهم بقى. فاهم نفسيه الجرافيك ديزاينر لما تديله ايديت، تفهم انه هيشعر بالاحباط شويه. فاهم؟ في ناس في موضوع الايديت ده بيبقى متعب، وعلى حسب برضو هي برضو هي نقطه. هي في ناس مش بتعرف تتقبلها، وعلى حسب انت بتوصل له الايديت ازاي. بالظبط. يعني انا بتكلمش على الايديت بس، بتكلم ان الدايركتور فاهم ان الديزاينر او المونتير او هيجي له احساس بالاحباط للحظات. صح. فازاي هتتعامل مع الاحباط ده؟ واحده من اهم مهارات التيم ورك هي مهاره التواصل. اكيد طبعا. مهاره التواصل بمعنى ان كل حاجه ما بيننا كلير، واضحه. التاسك انا بديهولك واضح. والمهاره اللي بعدها، يعني خليني برضو اشرح نقطه التاسك واضح دي اللي هو ايه. انا دلوقتي باجي اطلب من عبد الرحمن تاسك، هنطلب فيديو. انا دايركتور فاهم عبد الرحمن، وعبد الرحمن شغال معايا. انا فاهم عبد الرحمن، فببدا اوصل له معلومه بالكامل. الفيديو احنا هنعمله كذا يا عبد الرحمن، هنعمل كذا هنعمل كذا هنعمل كذا هنعمل كذا هنعمل كذا. حلو. وافتح لك باب للتواصل. يعني ايه؟ هل عبد الرحمن عندك اي سؤال؟ وعادي انا مهتم اسمع منك. لو انت عندك اي سؤال فانا بسمعك. ده حاجه اسمها التواصل الكلير او التواصل الواضح. في اللي هو النوع من المديرين اللي هو تحسهم في الكوربوريت، في قطاع الكوربوريت او البنوك او الشركات، اللي هو خد التاسك يلا مع السلامه. اللي هو ايه، هو بيقول لك منتج لي الفيديو ده. في حاجات اوقات ما بتبقاش واضحه ومحتاجه كلير كونكشن، في محتاجه وضوح. مساحه ان انا اديك المعلومه او ما اديك التاسك، وافتح لك مساحه انك تتكلم، ولو عندك اي كومنت او عندك اي باب للتعليقات او لو عندك اي باب للاسئله. دي اول حاجه اسمها كلير كونكشن. اوكي. اعتقد المهاره اللي بعدها والاهم هي مهاره التحفيز والعقاب. مش هقول عقاب، يعني امتى الشده وامتى نرخي. لان في برضه مديرين عندهم الايجو عاليه. واعتقد نقطه الايجو دي اعتقد ده اول عيب ممكن يوقع مدير. الايجو عند الناس بالذات في كرييتيف دايركتنج، او خلينا اقول مش كرييتيف دايركتور، خلينا نقول في قطاع ميديا برودكشن عموما. الكرييتيف دايركتور او الدايركتور اللي هيبدا يتعامل بغرور شويه او بتعالي شويه مع انكلير كونكشن، الكونكشن مش واضح مع الناس، اعتقد ده تيم ضايع. اكيد. فاللي هو خلي فيه مساحه مساحه اللي هو خلي الموضوع سلس. خلي الموضوع سلس. وفي نفس الوقت ما تقلش من نفسك، عشان اللي هو تعالى يا اسطى ومش عارف. لا يعني لا كل حاجه بحدود، بس يعني ايه، ولا ضاغط قوي ولا مرخي قوي. وخلي فيه مساحه يعني اللي هو زي ما قلت كلير كونكشن. وطبعا هيفضل بقى حاجات كتير، يعني مثلا مع كلير كونكشن كلير بلان. احنا يا جماعه احنا الفتره الجايه هنعمل كذا، وعندنا مشاريع 1 2 3 4. فانت عارف
يعني الناس التيم اللي معايا عارفين البلان اللي احنا ماشيين عليها وعارفين الحاجات اللي احنا مرتبطين بيها. فخلي كل حاجه كلير. عارف احنا بنقولها في السلكان. بالظبط. خليك سالك. خليك كل سالك. حاجه. وضح لنا، وضح الدايركتور الصح اللي هو يوضح كل حاجه للتيم، وكل حاجه تكون واضحه بالنسبه للتيم. حلو. طب احنا اتكلمنا كتير ان الكلاينتس بيجي منهم اديت كتير. انا ازاي اتعامل مع الكلاينت اللي هو مش فاهم الحته الفنيه؟ مم. يعني في كلاينتس كتير هو بيقول اديتس كتير، بس هو مش فاهم مثلا ان في اديت معين هيبوظ مثلا حته معينه، سواء في فيديو سواء في بوست سواء في الكلام ده كله. فازاي مم. اهندل الدنيا دي؟ الكلاينتس انواع. كتير. انواع. وفي ناس عندها مرونه انها تتقبل وتاخد منك كحد شغال في قطاع ميديا برودكشن. وفي كلاينت هو شاف فيديو، يعني اوقات كتير بنشوف هو كلاينت شاف فيديو على انستجرام وانا عايز امم ده كذا، ده مش هينفع، ده انت بتقول له كذا، لا انا عايز ده. خلاص. هو ده كاركتر الكلاينت ده، فاهم؟ فخلاص يعني مفيش داعي للجدال. انت عملت اللي عليك، وصلت له ان احنا هنعمل كذا، بس حقيقي الحته دي مش مفيده في الاندستري دي، مش مفيده. هو شاف مثلا فيديو في اندستري تانية، فيديو آه حد عامله عن منتج غريب، بس انا عايز اعمل زيه. ده مش مناسب للبرودكت بتاعك او للسيرفيس بتاعتك. هو يقول لا انا عايزه. طب خلاص، انا قلت لك مش هينفع، ده حاجه هتقلل، لا انا عايزه. خلاص. ما باليد هي. بس انت عليك مسؤوليه انك توصل له معلومه. في ناس ما بتكسل بقى توصل له معلومه، ده غلط. اللي هو بيريح العميل وخلاص. بيرحل المعلومه، ده غلط. ليه؟ لانه هيتلم بقى في الاخر. انت ليه ما قلتش؟ ليه ما قلت؟ ان شاء الله يفتح عليك. فهنا مهم انك تشارك العميل بالنولج اللي عندك. صح. بس نيجي بقى للنقطه اللي بعدها، هندسه. انا كفريلانسر، اهم نقطه البورتفوليو. اي حد بيجي لك كلاينت جديد بيقول لك شغلك اكيد مش هتبعته له واتساب. والله بص يا عبد الرحمن، هي دي بديهيات شغل. و هي هتفرق. هتفرق فريلانسر الشاطر عن اللي مش شاطر. صح. هتفرق. اكيد. وفي ناس كتير يعتبر في وظائف اللي اشتغلتها، يعني اشتغلت ارت دايركتور في كذا مكان، اللي بيبعت مثلا الفيديو او شغله على درايف او واتساب ما حدش بيبص عليه. اكيد. ما حدش بيبص عليه كدايركتورز وايز او كاتش ار وايز. يعني انت لو بتبعت لحد اتش ار، تبعت له حاجه، تبعت له اللينك على السي في مثلا، لينك جوجل درايف، ما بيبصش. فمهم بورتفوليو مرئي مناسب للفيديو لو انت شغال فيديوجرافر، وبورتفوليو حاجه مثلا زي بنترست او بيهانس لو انت شغال حاجه 2 دي. الاثنين دول كحاجه مثلا نتكلم على فيميو، حتى لو يوتيوب ممكن في ناس بتلجأ يوتيوب كحلول مجانيه. انت بتستخدم عليها، ممكن ترفع عليها اي بورتفوليو ليك. في مذيعين بيرفعوا بورتفوليو ليهم على اليوتيوب. ارتست 3 دي ارتست بيرفع شغله على اليوتيوب. لازم يكون في لينك مجمع للشغل. لو ما فيش اللينك ده، في مشاريع فرديه بتتبعت، لينك فولدر على جوجل درايف بيتبعت، ده كله بيبوظ الدنيا. مش حلوه كايمج. ممكن في مكان ما يكون مناسب وحد يقبل حاجه زي كده، بس كايمج ما بتبقاش مناسبه. جميل. انا في ناس وبزعل والله يا عبد الرحمن لما الاقي حد شاطر. مثلا احنا اوقات كنا بنهاير ناس او بنركروت ناس، فلما نركروت حد فيبدا حد مثلا يتواصل معانا، انا كذا شغال كذا واشتغلت بقالي 3 سنين في مكان، فاقول له كويس، طب يعني دي حاجه حلوه جدا، طب عايز اشوف شغل. ورينا يعني شغل. ال3 سنين في مكان دي مش هتشبع بقدر ما اشوف الشغل. بالظبط. فيقول له والله انا بس مش رافع حاجات اونلاين، فهبعت لك هندسه كذا حاجه كده على واتساب. تبعت لي ايه ولا ايه ولا ايه؟ وبصراحه بلومه، يعني احنا في الشات كده، يا فندم فين البورتفوليو بتاعك؟ يا عم ما ينفعش. نصيحه، اعمل بورتفوليو. لازم. فلازم. ده شيء اساسي. والناس اللي بتبدا برضو البورتفوليو بيجي من المشاريع اللي انت الشخصيه اللي بتعملها انت بنفسك. البورتفوليو لازم يتحط فيه كل حاجه. كحد يعني انت بتبدا اهو، انت لسه بتبدا الكارير وتعلمت مهاره،
ابدا اعمل، اخترع مشاريع. النقطه دي مهمه النقطه دي مهمه يا جماعه. اخترعوا مشاريع وابداوا نفذوها. لما نتكلم على سكيل وايز، شغل 2 دي ده اسهل بكتير، اللي هو السوشيال ميديا بوسترز، اللوجو او براندنج او الكلام ده كله. سهل قوي انت تخترع شغل في المجال ده. زي ما قلت لك يعني هات حلواني بخيط، يعني ده مثال كده اضربه على طول. هات حلواني بخيط، يلا اعمل له الشغل ده. كصناعه شغل 3 دي، كشغل 3 دي سهل برضه. اخترع شغل، هات مشهد من فيلم انمي واعمله. ري اديت. بالظبط. كفيديوجرافي او حاجه انت محتاج بقى تصور وتمنتج، انزل صور اي حاجه. اعرف حد عمل حركه حلوه، عنده خاله عنده محل، هو لسه بيتعلم فيديو ومش عارف يطبق في ايه، فاللي هو هيجي لي كلاينت منين؟ خاله. اجي اصور لك كان محل حلويات كان محل حلويات حلواني، بس ما لهاش علاقه بحلواني بخيط. قال له هاجي اصور لك، ونزل وصور حاجات بالموبايل، مش بكاميرا بدي اس ال ار، مش بكاميرا حاجه. صور وخده في المونتاج، ابدع بصراحه في المونتاج، ابدع، عمل حاجات في المونتاج حلوه. لما يرفعها للينك بورتفوليو ليه، او انا اجي حد اشوف مثلا الفيديو ده، هعرف يعني في حاجه اتعملت. دي حاجه حلوه. هي مجرد الخطوه ان انت البورتفوليو لازم يتبني. لازم. ونداء معلش في الفيديو ده فضل. عندنا حد جرافيك ديزاينر، هي بنت بالمناسبه، مش ما بيعمل، هي عارفه نفسها. هي عارفه نفسها معانا، كانت معانا في التيم وانت عارفها. او اعملي البورتفوليو بتاعك لحد دلوقتي ما البورتفوليو بتاعك يعني اهم حاجه هي عرفت نفسها. عبد الرحمن يا جماعه على فكره عامل بورتفوليو جامد برضه حبيبي. هتلاقوا على الانستجرام بتاعه، هتلاقوا اللينك. كنت في الاول برضه بخاف انزل الشغل ونزل الشغل وبتاع. لا بس بسم الله ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، انت اتعلمت كتير ودوست كتير، وانا فخور بك والله العظيم. حبيبي هندسه. وعندنا برضو يعني نخص بالذكر، يعني عشان في ناس برضو ما وراء الكواليس عندنا يا جماعه، جيمي واحمد. فبرضه هم ادائهم ممتاز يا جماعه، ادائهم ممتاز. نيجي بقى لاهم جانب، الجانب الانساني والالهامي. ايه اكتر جمله فضلت في بالك ومعلقه معاك؟ يعني ايه، يعني زي ما بيقول مثلا حد قال لك كلمه حلوه فخلاص الكلمه دي لحد دلوقتي مأثره فيك. مش مهتم بالجانب الانساني قوي والله يا عبد الرحمن، او بس هو بيفرق، يعني هو بيفرق على، يعني انت كدايركتور وحد شغال معاك، اي كلمه حلوه او فاهم يعني عاش بتاع دي جميله، الجزء ده جميل، هي بتفرق في نفسيته اولا، وده بيخليه هو النفسيه تمام، فهو هيرجع للشغل بقى. خليني اقول لك حاجه، كجوانب انسانيه، انا حقيقي ممتن لاي حد يعني من ساعه ما بدات. مش هقول بيقول عايش، بيعمل لايك حتى. بتفرق. اللي هو في ناس طبعا خدت خطوات كتير، يعني الحمد لله يعني حقيقي ممتن للناس كتير قوي شجعوني يا عبد الرحمن. ناس كانوا بيبعتوا لي رسائل كتير على الشات او على واتساب او على السوشيال ميديا، اللي هو عاشوا المشروع ده، انا شفته كان حلو جدا وهكذا. دي حاجه كنت ببسط بيها قوي 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 قوي. مفيش كلمه معينه او فيدباك معين. انا كان في ناس تبعت لي على انستجرام مثلا، هو شاف فيديو على اليوتيوب فيروح باعت لي على انستجرام، هو حد انا ما اعرفوش، بس طبعا بحب النقطه دي، هي مساله انه يدخل اوت اوف نو وير. بجد انا شفت فيديوهاتك حلوه جدا وانت لازم تكمل، وانت الناس دي بحبها جدا بشكره جدا قوي. وانا حقيقي ممتن للناس دي وممتن لكل الناس. الموضوع بيبسط، وبرضه لو دخلت بيبسط باقل حاجات. صح، في حاجات بتفرق، يعني زي ما بقول لك، اللايك يا جماعه في الجرافيك ديزاينرز والمونترين لما ينزلوا شغلهم ادعموهم بلايك، يعني اعملوا لايك على شغلهم، اعملوا لهم لاف على شغلهم. الحاجات دي بتفرق جدا في نفسيتي. صح جدا. انه يعني في مهمه، كلمه عايش اتقالت، كلمه شكرا اتقالت، حاجه زي كده، حاجات دي بتفرق. فانا الحمد لله يعني انا ممتن قوي لناس كتير، وممتن
لاهلي، الوالد ووالدتي الله يرحمها الله يرحمه. وهم دعموني طبعا في الاول، أكيد. في اول الاندستري او التحول اصلا من كارير الهندسه. هم دعموني اصلا جدا في الموضوع اللي ده. ما يعرفش باشمهندس كريم مهندس مهندس ميكانيكا. مهندس ميكانيكا. كل المهندسين بيسيبوا الهندسه في الاخر. ايام الكلام ده احنا بنتكلم مع خريج 2016. فيا نهار ابيض 9 سنين من زمان. والله عدى عمره يا عبد الرحمن. فحقيقي ممتن لزوجتي طبعا 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 طبعا. ممتن للناس كتير قوي 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 بسلوكهم، بكلماتهم، بكلمات الدعم والتشجيع ولغه التشجيع عندهم. حقيقي بشكرهم عليها جدا. في مشروع اشتغلته أثر فيك ومغير من شخصيتك؟ اعتقد كل المشاريع، ما فيش مشروع ما اثرش بشخصيتي، بس المشاريع الانسانيه. انا كطبع كريم انا بحب المشاريع الانسانيه اكتر، او مشروع اللي فيه معنى يا عبد الرحمن، او فيه قيمه معينه. يعني في فرق ان انا كل شغلك كوميرشالز واعلانات تجاريه وتسويق منتجات وهكذا، وفي فرق انك بتعمل مثلا كونتنت حاجه ليها علاقه بالطب النفسي، او كونتنت بيناقش قضيه معينه، قضيه معينه يعني بدون تفاصيل. لان اشتغلت فيلم قصير كان بيتكلم عن قضيه العشوائيات. الكلام ده في اعتقد في 2019. الحاجات دي بتاثر فيا جدا طبعا. لما نشتغل على مشاريع فيها تنميه ذاتيه اكتر، ورك شوبس مثلا او ايفنت في توكس بتتكلم عن التنميه الذاتيه على سبيل المثال. الحاجات دي انت بتمنتج بقى، وانت هتفهم النقطه دي لما تقعد تمنتج الحاجات دي وتكرر الكلمات وتاخد بالك من الكلمات المهمه. الحاجات دي انت بتلمس فيك اصلا. ساعات بتلاقي حاجة كده اتقالت في التصوير ممكن وتلمسك لانها معبره عن وضعك الحالي. صح. لا الكلمه دي مهمه. فيعني اعتقد كل مشاريع اثرت فيها، بس المشاريع الانسانيه انا بحبها اكتر بكتير، خاصه المعاني بقى في المشاريع الانسانيه دي. النقطه دي اعتقد انت لمستها فيها يا عبد الرحمن، اللي هو انت بتعمل، عارف انت الفيديوهات او الشورت فيلمز اللي تلمس معاك تخلي دموعك تنزل. عارف الحاجات دي، انا بعشق الفيديوهات من النوع ده. وعارف انا بعتبر المونتاج ده عامل زي تورته. حلو، في تورته شكلها حلو وطعمها وحش، صح. وفي تورته شكلها وحش وطعمها حلو، وفي تورته شكلها حلو ومتوسط بس طعمها واو، طعمها حلو جدا. المشاريع المونتاج كده، في مشروع كده يبدو سينماتوجرافي شكله حلو بس كقوة ما فيش، او ما فيهوش رسالة بالظبط. وفي مشاريع تانية انا بشوفها والله بتصورها بكاميرا VHS، الكاميرات القديمة، بس بالمونتاج انت عيطت. ستايل مونتاج او طريقة قطعات معينة او طريقة ميوزك معينة انت عيطت. انت شايف مفيش كواليتي، انت لو مش سامع صوت او لو مش واخد المود او فيلينج ايه الكواليتي، ايه الكاميرا، الموبايل النوكيا القديم 620 اللي مصوره الجوده دي. هو الموضوع في حاجات تحسها. الصح انك عموما الميننج او المعنى او الحاجه اللي بتطلع منها من الفيديو، او الجانب الانساني او الجانب اللي يخليك تلمس مع الناس، انا بالنسبه لي ده الاهم. ولذلك انا بعتمد في مشاريعي على ببقى قريب من الستايل ده، هو ستايل المونتاج اللي يلمس مع الناس. الفوتج مهما كانت جايه حلوه واو قويه جدا متوسطه، مونتاجك واخراجك للفيديو وانه يطلع حلو، دي وظيفتك انت كمونتير او حد بقى كشغال، انه يطلع بالجانب الانساني الحلو ده. صح. الجانب الانساني اللي بيخلي الناس فعلا تثير العاطفه عندها، الجانب الانساني اللي بيفكر البني ادمين ان هم لسه بني ادمين، مش مجرد كلاينتس بنحاول نبيع لهم منتج. او مش قص ولازم. يعني بالظبط بنحاول نوصل فيلينج حلو من الاندستري بتاعتنا دي. الكلام اخدنا انا مبسوط والله، والحلقه عدت سريعا. يعني الحلقه والله يعني انا مستمتع عموما.
وصراحة انا زعلان ان احنا وصلنا للخاتمة. تسلم عبد الرحمن يعني ان شاء الله نصور جد تاني. حلو. يعني تسلم والله يا هندسة. في الفقرة الختامية، مم. لو انت هتبدأ المجال الميديا برودكشن او الكارير ده من جديد، مم. هتعمل ايه مختلف؟ اعتقد مش هعمل حاجه مختلفه يا جراح. اعتقد فعلا مش هعمل حاجه مختلفه. انا بدات جزئيه الميديا برودكشن كبدايه عشان الناس تبقى عارفه، ويمكن قلتها في كذا مره خلال الفيديو. انا بداتها وانا ايام الكليه لما كنت شغال في ستودنت اكتيفيتيز مختلفه. ستودنت اكتيفيتي ده او ستودنت الاكتيفيتي تحديدا اللي انا كنت فيه كان بيعمل ورك شوبس وبنعمل ايفنتس مختلفه لمساعده الناس في كليه هندسه، مساعده الطلاب في كليه هندسه. كان نشاط علمي كان اسمه ايمك، الكلام ده في 2013 2014. وكان اعتقد البدايه دي كان اكبر دافع حب بالنسبه لي. دافع حب بمعنى ان انا داخل حاجه انا حاببها، فانترستد قوي ان انا اصور فيديو واطلع منتجه. مم. كان اللحظه دي عموما كانت حلوه، اللي عارف انا هنزل النهارده اصور وعندي كده حاجه في دماغي هحاول اعملها. دي كانت بدايتي ان انا اجرب. في حاجه في دماغي كده تخيلت ممكن حاجه اصور بالزاويه دي واصور من الزاويه دي واصور من الزاويه دي بالموبايل. الكلام ده ما كانش عندنا كاميرا دي اس ال ار، كان الكلام ده زمان بقى. يعني فاكر اول كاميرا دي اس ال ار مسكتها كانت بتاعت واحد صاحبي كان اسمه جيمي. سلامنا لجيمي. جيمي عندنا مشروع ما تيجي تصوره لو سمحت. وكنت اقف معاه وكان هو يعلمني يعمل كذا يعمل كذا. جيمي دلوقتي ساب الاندستري خالص على فكره، مالوش علاقه بالتصوير، بس كان عنده كاميرا وكان بيجي يساعدني. واحده واحده كنت بتعلم من دي. صح. فكسؤال لا مش هغير. بالعكس انا كنت مهتم قوي بالبدايه دي، وان هي حفزتني قوي ان انا ادخل الميديا اندستري دي وان انا اظهر مواهبي اصلا. يعني الجانب ده مهم برضو لان انا مارست بدري، برزت مواهبي بشكل ما خلت الناس تامن فيا، وان كريم لما يطلع يسيب هندسه ده كارثه ده يعني اوريدي. خاصه مع مثلا عدم ثقه الناس فيك. مش عدم ثقه الناس فيك بقدر ما اللي هو يا ابني انت مهندس، انت ليه هتسيب هندسه وتروح تشتغل بالظبط. هو الموضوع برودكشن؟ انت عملت ايه؟ هو الموضوع بيبقى فيه خضة شوية. خضه، بس اعتقد هي خضه منطقيه بالكامل لو حد قرر انه يروح كارير هو ما عندوش اي علم بيه. صح. يعني مش انا النهارده في هندسه وفجاه قلت لبابا هروح افتح مزرعه دواجن. يا ابني انت عندك خبره عملت بيرمي نفسه وخلاص. بالظبط. دي نقطه شفعت لي قوي. شفعت لي ليه؟ لان انا طول فتره الكليه انا بعمل فيديوهات، فخلاص بقى الموضوع فيه سنة وضوح. وبابا وماما فاكر وقتها يعني اللي هو ايه، كان في درجه خوف كبيره كبيره، بس هم شاف كريم عمل حاجه وعارفين الفيدباك اللي هو ايه، الناس عجبها فعلا شغل كريم. خلاص بقى. وكريم بسم الله ما شاء الله عليه، يعني احنا شفنا فيديو عنده على الكمبيوتر او شفنا حاجات وهي بتنزل. انت اللي كريم اللي عامل الكلام ده، انت مش جايب حد اللي هو انت اللي عامل الكلام ده. والله انا يعني انا عامل شغل ده حلو عارف خدوا الثقه من هنا شويه. فدي بدايتي وانا فخور جدا بالبدايه دي، ولا ما اعتقدش ان انا ممكن اغير حاجه. عاوزينك تقول لنا اهم 3 دروس تقدر تنصح بيهم الناس في كلمات بسيطة. اول نصيحه هتكلم على نصيحه عامه. اول نصيحه تخلصوا من الايجو يا اخوانا اللي جواكم. الايجو دي بتودي صاحبها في داهيه قبل اي حد. اكيد. فالايجو دي اول حاجه. الايجو اللي هي الانا او عارف الغرور او نسبه الغرور دي. فدي اول حاجه هتخلصوا منها. تاني حاجه مساله ما يعملوش حاجه، ما يسعوش في غير مرضات الله يعني. ما تمشوش في حاجه في غير مرضات الله. وثالث نصيحه مش عارف ممكن تكون ايه. اتلكوا يعني اتلكوا. او السلكان، يعني اتمنى نقطه مساله السلكان تتطبق الاول ما بين الشخص ونفسه.
اكيد. يعني مساله الشخص اللي مش صريح مع نفسه، واللي مش صريح بمواهبه، واللي مش صريح مع قدراته، واللي متفهم نفسه وعارف مشاعره، هو بيحس امتى وهو عايز ايه، دي الاول مع نفسه اهم من اي حاجه. اكيد طبعا. وهي دي اللي من هنا هتيجي الراحه النفسيه وراحه البال بقى، وشخص كده يكون متزن تماما مع نفسه. نيجي لاخر سؤال في حلقتنا. اخر سؤال، خلصنا بسرعه. خلصنا بسرعه الحلقه، يعني الكلام اخدنا وما حسيناش بالوقت يعني والله بصراحه انا ما حسيتش بوقت، وحقيقي حقيقي بجد مستمتع يا عبد الرحمن. يعني لازم اشكرك على فكره البودكاست تسلم والله. وان احنا اللقاء ده يعني. ازاي ممكن نغير نظره الناس للمجال؟ الميديا برودكشن هو وجهه نظر الناس ايه عن المجال؟ بص، في ناس شايفه ان ده يعني ايه، في ناس واخداها من جانب السوشيال ميديا، فواخده ان كلمه الميديا برودكشن اللي هو ايه، النقطه اللي فيها هلس ولعب وضحك والكلام ده كله. ففي ناس بصلها من كده، فشايفه ان نقطه الميديا برودكشن رايحه في حته وحشه، غير الناس اللي فاهمه ان الميديا برودكشن مش مقتصره على البوينت دي، او دي حاجه اصلا ملهاش علاقه بالميديا برودكشن. بص، خليني اقول لك حاجه. الميديا برودكشن كترم او كمصطلح زي ما قلت لك في الاول هو اندستري كبيره قوي. ولما لما نقول لفظ عموما ميديا برودكشن، فالصح وفي المعتاد ان بيجي الموضوع بسكيل بعيد عن السوشيال ميديا، بمعنى انه اكبر بكتير قوي من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا حوار انت بتقول مثلا كونتنت كرييشن، او حوار الريلز فيديوجرافي، او الكونتنت كرييشن، يعني حوار تاني اعتقد بعيدا عن لفظ الميديا برودكشن ده. صح. هي الناس ممكن بس تاخد وجهة نظر عن الميديا برودكشن ان الموضوع سطحي، ان الميديا برودكشن امر سهل. صح. اللي بيدخلوا اوقات او المهتمين كده او اللي سمعوا عن مجال الميديا برودكشن وحابين يدخلوه فاكرينه انه ضيق قوي. بالعكس، الميديا برودكشن لفظ عن فيلد واسع جدا وبيشمل كتير جدا. الميديا برودكشن، خليها هكلمك عن النقطه دي يا عبد الرحمن لانها مهمه برضه. الميديا برودكشن لما نتكلم كشغل بقى، كحاجه موجوده في ارض الواقع، فاحنا بنتكلم على حاجتين: حاجه اسمها برودكشن هاوس، بوست برودكشن هاوس. يعني ايه؟ يعني برودكشن هاوس ده اللي هو المكان اللي بينزل يصور ويمنتج وي 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 حلو. من غير ما يمنتج، اسف، اللي بيصور ويصمم الديزاين ويعمل السيت ديزاين وكل حاجه. شفت الكام حاجه دول اللي احنا الكام كلمه دول اللي هو بنصور السيت ديزاين، دول فيهم مليون شغلانه. اكيد. فيهم مهندسين ديكور، فيهم مديرين تصوير، والإضاءة، فيهم مهندسين صوت، فيهم جافرز اللي هم فنيين الاضاءه. شايف كام تخصص، كام شغلانه كتير. احنا بنتكلم ايه في برودكشن هاوس. نيجي للبوست برودكشن، لسه بقى خش على مونتير، مساعد مونتير، خش على في اف اكس ارتست، خش على 3 دي موديلر، الكومبوزيتور، الكالرينج. كالرينج. شايف احنا قلنا كم كتير. كل دول على فكره، يعني احنا السوشيال ميديا عودتنا ان ممكن حد يقوم بكل دول. للاسف السوشيال ميديا عودتنا على كده، عودتنا لكن فعلا. كل حاجه منهم كمونتير ككالرينج ده علم. صح. ده المفروض ليه تخصصه وده ليه ده ليه تخصصه. هندسه الصوت، احنا يمكن هندسه الصوت مثلا احنا كبودكاست اعتقد ده امر سهل بالنسبه لنا، لكن لما نتكلم على سكيل عميق وصح بس كومبليكيتد. صح. ليا صديق اسمه كريم، يعني كريم برضه، كريم السيد، موجود في الامارات، مهندس صوت، وبسم الله ما شاء الله عليه اشتغل في افلام كتير. لا انا لا قعدت معاه شفت شغله، it's way more than we think. موضوع صح. كبير جدا. ف كحد على الاقل داخل ميديا برودكشن او لسه مكتشف وجهة النظر الجديدة دي، فلا هو يركز بس مع حاجة واحدة ويحاول يتخصص فيها على مدى بعيد. ما فيش حاجة اسمها النهاردة انا هبدأ اشتغل ميديا برودكشن. فهو بيبدأ يركز على حاجة معينة يدخلها ويكمل فيها للمستقبل ان شاء الله. وهنا زي ما قلت لك كده، اللي هو ياخد الموضوع بعمق، يبدأ يدرس الموضوع بصورة نظرية وأكاديمية، يبدأ يشوف الشغل فيها على مستوى كبير عامل ازاي والصح يشتغل ازاي.
فاعتقد هو ده المفهوم اللي ممكن يكون خطأ عند الناس عن الميديا برودكشن. الموضوع كبير. احنا مبسوطين جدا بحلقة النهاردة. ايه متشكر قوي، تسلم يا عبد الرحمن. مبسوطين ان انت شرفتنا يا هندسة والله. حقيقي انا الاسعد ومبسوط قوي ان انا جيت هنا. جماعه انا في مدينه السادات، احنا دلوقتي في مدينه السادات. انا مبسوط عموما ان انا جيت مدينه السادات. واللوكيشن حلو يعني، عاجبني مساله ان اللوكيشن مفتوح، دي حاجه عجباني قوي. وعجبني اللي احنا قاعدين بنتكلم مع بعض موضوع بكل راحه. يعني احنا مش مرتب، انا مش مرتب حاجه او ما اعرفش اللي هيتقال، فانا مبسوط. الاسئله كانت حاسس انها انترستنج، اتمنى تكون افادت الناس. عبد الرحمن ان شاء الله ان شاء الله تفيد الناس، و اتمنى فعلا الناس تستفيد يعني. ان شاء الله باذن الله. تشكر. تشكر ده.